غدوة هتكفي 5 أفراد وب40 جنيه. تتخيلوا غدوة هتكفي 5 أفراد وب40 جنيه، وممكن كمان تعمليها من عندك من البيت وما تشتريش أي حاجة من بره. 5 ترغيفة ب5 جنيه. واللهم صل على النبي، البيتزا دي معمولة من العيش. وهنروح لبتاع الخضار هنجيب طماطم وفلفل ب5 جنيه، وب5 جنيه زيتون. وبتاع البقال هنجيب من عنده ب15 جنيه تركي، وكمان ب10 جنيه بيفي. ولو عندنا معلقة صلصة بقى، دي التكة والحركة في البيت، نفرد على الرغيف معلقة صلصة، ونخرط الفلفل والطماطم على بعض والزيتون، ونيجي مدهنين الرغيف صلصة، ونيجي حاطين حبة زيتون على حبة فلفل على حبة طماطم على حتة بيفي على شوية جبنة. ولو عندك جبنة أي بايتة في التلاجة ممكن تحطيها، عندك جبنة علبة حطيها، وحطيها في طاسة على النار، ووطي النار، وطي النار، وبعد كده حطيها دقيقة في الشواية، أو غطي عليها الطاسة بغطا. مش محتاجة تتحط في الشواية. والله العظيم بيتزايا حكاية ورواية وتحفة، هتعجب عيالك. يعني ممكن لو ما اشتريتيش الحاجات اللي قلتلك عليها دي، بواقي فلفل عندك، بواقي طماطم، بواقي جبنة، عندك بتاع ده، اللهم بشوية لحمة مفرومة، عندك صدقتين، أي حاجة ارميها على البيتزاية دي هتبقى حكاية ورواية. يبقى احنا كده عملنا وجبة ل5 أنفار بكام؟ ب40 جنيه. ولو زودنا عيش تاني هيتبقى. الحاجات دي ما بتخرطيها بتعمل كتير معاكي. يلا بقى، أكلاتنا وتكاتنا وحركاتنا وتوفيراتنا مش هتلاقوها عند أي حد، إلا عندنا مش عند أي حد. تابعونا واشتركوا